ازيكم عاملين ايه واهلا بيكم في فيديو جديد. والنهارده هنتكلم على ال AI landscape او خريطة ال AI في حتة ال chat based generative AI. طيب قبل ما نبدأ بس كده، يعني ايه chat based generative AI والكلام ده؟ chat based يعني application زي chat GPT زي deep seek زي ما انتم شايفين كده، يعني قائم على chat. اوكي، chat GPT انا بفتح بيجيب لي مثلا، لو فتحت chat GPT بيجيب لي chat. تمام. ديب سيك نفس الكلام، كلهم بصوا عندهم نفس الانترفيس عامه، مفيش اختلاف خالص يعتبر. تمام، فده كده تشات بيزد. يعني ايه جنريتيف اي اي؟ يعني اي اي بيجنريت حاجه. تمام، بيطلع لي اوتبوت. اوكي، يعني انا لو فتحت كده وكتبت جنريتيف اي اي هيقول لي ايه؟ Generative AI is a type of artificial intelligence that creates new original content زي text و images و music و audio و video. يعني ايه؟ يبقى Generative AI معناها AI بيطلع لي new content new original content. اوكي، يعني مش بيعمل copy paste من حتة، بيطلع لي text جديدة، images جديدة، music جديدة، audio وهكذا. تمام. طيب احنا مش هنتكلم على كل الجنريتيف اي اي، احنا هنتكلم على ايه؟ الشات بيست جنريتيف اي اي. تمام. ممكن هنا لو عايزين ايه نقول وات از، لذيذ في جوجل ان هم دخلوا جيميناي، فجيميناي بقى بيرد علينا. تمام، يشوف شويه كده حاجات من السايتس والحاجات اللي جايه في الريسيرش بتاعنا، ويخش يحللها بسرعه ويقول لنا. تمام. فبيقول لي chat based generative AI refers to artificial intelligence systems. يبقى AI systems اللي بتinteract مع اليوزر بالناتشرال لانجوج. يعني انا بكتب لها ناتشرال لانجوج، بكتب لها لغه سواء انجليزي او عربي عادي جدا زي ما انا بكلم صحابي، وهو في الاخر بيطلع لي AI generative AI. تمام. يبقى ده كده فكره الشات بيست جنريتيف AI. طيب اشهر حاجات عندنا هم الحاجات اللي انتوا شايفينها دي. زي مين؟ زي تشات جي بي تي، ديب سيك، كلود، جروك، بيربلكستي. دول اشهر 5 حاجات يعتبر. تمام. طيب مين احسنهم؟ السؤال ده ملوش اجابه. تمام، ليه ملوش اجابه؟ عشان لو في حد احسن من التاني في المطلق كان زمان الباقي دول مش موجودين اصلا، صح؟ فمين احسنهم؟ السؤال ده هنجاوب عليه بكذا طريقه مختلفه. مبدئيا في ابديتس. تمام، في ابديتس على طول بتنزل جديده، فمعنى كده ان كل واحد بيعلي على التاني. يعني شويه تشات جي بي تي ينزلوا فيتشر جديده او ينزلوا موديل جديد فيعلوا على الباقي، يروح جروك منزل جروك مش عارف ايه فيعلي على الباقي، كلود ينزل كلود سونت 4.5 فيعلي عليه، وهكذا. فالابديتس على طول بتحصل، وعلى طول حاجات بتعلي على بعض، مش هقدر اقول لك مين احسنهم. تمام، بس اقدر اقول لك ايه الاختلافات اللي ما بينهم في الوقت الحالي. اوكي. طيب قبل ما نخش في كل تول من دول، حابب بس اشرح حاجه مهمه جدا، وهي ايه الفرق ما بين تشات جي بي تي وجي بي تي، وايه هو البرودكت وايه هو الموديل. طيب بسم الله كده، احنا عندنا شركه. تمام، الشركه دي اسمها ايه؟ اوبن اي اي. اوكي. طيب اوبن اي اي دي هي اللي عامله ايه؟ تشات جي بي تي. تمام، يبقى الشركه نفسها اسمها اوبن اي اي. اوكي، دي بتعمل ايه؟ بتعمل اي اي سولوشنز. تمام. طيب عامله حاجه اسمها تشات جي بي تي، ده البرودكت بتاعها. اوكي، يبقى ده كده ايه؟ البرودكت بتاعها. حلو. طيب تشات جي بي تي ده عباره عن منتج، المنتج ده جواه موديلز. يعني انا لو فتحت تشات جي بي تي دلوقتي هلاقي ايه؟ بيقول لي اختار جي بي تي، وده بيبان في البلس اكتر. يعني في البلس بيبقى فيه جي بي تي 5 ولا جي بي تي 4 ولا هكذا. تمام، فبيقول لي ايه؟ اختار جي بي تي. فيبقى كده البرودكت ده اللي هو تشات جي بي تي جواه موديلز. الموديلز دي هي دي الاي اي موديلز. تمام، الاي اي مودلز دي زي جي بي تي 4 او، جي بي تي 5 وهكذا. تمام، يبقى اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان، خلينا نشيل كودكس ده دلوقتي. اللي بيحصل ان البرودكت ده اللي هو تشات جي بي تي، تمام، جواه المودلز دي. يبقى البرودكت اكنه رابر بيلف حوالين المودلز. يبقى الانجن، تمام، او الموتور بتاع تشات جي بي تي هو المودلز بتاعته اللي هي جي بي تي 4 او، جي بي تي 5. تمام كده. طيب يعني انا كده مثلا ممكن عادي، ممكن مبرمج يعمل حاجه زي تشات جي بي تي. تمام، يعمل منتج تشات عادي جدا، وبيستخدم الاي اي مودلز بتاعه اوبن اي اي. يبقى اوبن اي اي بتعمل ايه؟ هي مش بس بتديك تشات جي بي تي على فكره، هي بتديك الاي اي موديل ده لو انت عايز تستخدمه في حاجه تانية. تمام، وده عن طريق حاجه اسمها اوبن اي بي اي. يعني أنا لو عملت سيرش كده على اوبن اي بي اي،
هلاقي ايه بيقول لي انا ممكن اديك المودلز بتاعتي انت تستخدمها في شغلك. تمام، ممكن اديك جي بي تي 5، ممكن اديك جي بي تي 5 ميني، جي بي تي 5 نانو، ومش عارف ايه، وعلى كل بقى انبوت او على كل كول، كل لما مثلا ابعت للشات بوت بتاعي مثلا، فايه يبقى فيه كوست معين. تمام، فده كده ايه فكره الفرق ما بين المودلز والبرودكت. تمام، طيب يبقى كده تعالوا نرجع تاني كده. الشركه بقى اللي هي اسمها اوبن اي اي دي عندها مثلا حاجه زي تشات جي بي تي، ده منتج، وعندها كودكس ده منتج تاني، وعندها سورا، تعالوا بس نخليهم قد بعض. سورا ده منتج تالت، سورا ده بيطلع فيديوهات، تشات جي بي تي ده بيطلع تكست وبيطلع ايمجز، كودكس ده للكود، وسورا بيطلع فيديوهات. تمام، يبقى دي كده منتجات مختلفه. المنتجات دي كلها تمام متوصله بالمودلز دي. تمام، يبقى المنتجات دي كلها متوصله بالمودلز دي. اوكي، المنتجات دي بتبقى ايه؟ بتبقى حاجات متبرمجه بس بتستخدم الاي اي، الانجن بتاعها او الموتور بتاعها هي المودلز اللي هي جي بي تي 4 او جي بي تي 5 وهكذا. ومش بس منتجات اوبن اي اي اللي بتستخدم المودلز بتاعت اوبن اي اي، لا، ممكن منتجات، ممكن انا اعمل منتج يستخدم المودلز بتاعت اوبن اي اي عادي جدا، وده هنشوف في حاجات تانية كتير. فزي مثلا بيربلكستي. تمام، بيربلكستي ده لو حد سمع عنه، هو عباره عن حاجه شبه تشات جي بي تي. يعني بصوا شكلها شبه تشات جي بي تي، يعني بصوا ده تشات جي بي تي اهو، وبربلكستي شبهه، عنده تشات في النص، عنده في النص عنده هنا شويه تشاتس، والسبيسز دي شبه البروجكتس اللي هنا، وهنتكلم على البروجكتس دي بعدين. فبربلكستي شبه تشات جي بي تي. تمام، بس الفكره في ايه؟ ان هو في الاخر منتج زي تشات جي بي تي، بس شركه بربلكستي ما عندهاش مودلز، بتستخدم مودلز ناس تانية. فمثلا ممكن تستخدم المودلز بتاعت اي اوبن اي اي عادي جدا. فتلاقي مثلا هنا اهو يقول لك انت عايزني استخدم انهي موديل، جي بي تي 5 ولا جي بي تي 5 ثينكينج ولا او 3 ولا كلود ولا. فدي ميزه بيربلكستي. ميزه بيربلكستي ان هو عباره عن حد زيي قرر يعمل منتج وياخد الاي اي مودلز بتاعت شركات مختلفه يحطها عنده في منتج واحد، ودي تبقى الميزه بتاعته. تمام، فميزه بيربلكستي ايه؟ ان هو بيضم مودلز كتير من شركات مختلفه، مش زي مثلا تشات جي بي تي. تشات جي بي تي عنده المودلز بتاعت تشات جي بي تي او بتاعت اوبن اي اي. ديب سيك عنده المودلز بتاعت ديب سيك. كلود عنده المودلز بتاعته اللي هي كلود، برضو كلود سونيت او اوبس. جروك نفس الكلام. بيربلكستي بقى في كل الكلام ده، عنده كلود، عنده جيميناي، عنده مش عارف ايه، كل الكلام ده. تمام، نسينا نضيف هنا جيميناي للليسته، بس جيميناي برضو طبعا معانا وقوي جدا. بس دي الفكره العامه. اوكي، يبقى احنا كده اتعلمنا الفرق وعرفنا الفرق ما بين الشركه اللي هي زي اوبن اي اي والمنتج والموديل. تمام، ناخد اكزامبل تاني. الشركه عندنا شركه تانية مشهوره جدا اللي هي عامله كلود، ما اسمهاش كلود، اسمها ايه؟ اسمها انثروبيك. تمام، يبقى الشركه الكبيره اسمها انثروبيك. انثروبيك دي عامله ايه؟ عامله موديلز زي كلود سونيت، ده موديل، ده اي اي موديل. وعامله برودكتس زي ايه؟ زي كلود اللي هو الشات. تمام، يبقى دي كده ايه؟ يعني انا لو هنقارن تشات جي بي تي بكلود، فاللي هيحصل ايه؟ ان اوبن اي اي دي هيبقى بدلها او الشبيه ليها هو ايه؟ انثروبيك. وتشات جي بي تي ده هيبقى بداله ايه؟ كلود. و وجي بي تي 4 او هيبقى بداله سونت 4.5. اوكي، يبقى احنا كده فهمنا الفرق ما بين المودلز والبرودكتس والكلام ده كله. اوكي، طيب ده ليه مهم؟ مهم عشان لما انت تلاقي تول تانية او منتج تاني وتلاقيها شغالة مثلا بجي بي تي، فتبقى فاهم ايه الفرق ما بين الحاجات دي كلها. اوكي، طيب حلو قوي. دلوقتي عندنا بقى التولز بتاعتنا الحلوة اللي هي تشات جي بي تي، ديب سيك، كلود، وجروك. وتعالوا برضو نضيف عليهم ايه، عايزين نغير اللون ده عشان ايه ما يبقاش غريب. نضيف عليهم جيميناي. اوكي، طيب فدول كده ال different chat based applications بتوعنا، اشهر حاجات. تمام، في غيرهم عادي جدا، مفيش مشكله. انا ممكن اعمل واحد بكره الصبح بيستخدم مثلا جي بي تي، مش مشكله. تمام، طيب
انهي احسنهم وامتى استخدم كل واحد فيهم. اوكي طيب، انا بالنسبه لي بستخدم ايه؟ انا بستخدم تشات جي بي تي. اوكي، انا في الاكونت بتاعي البيرسونال عندي اشتراك برو بتاع تشات جي بي تي، بس احنا دلوقتي هنتكلم على الفري بلانز في كل حاجه. اوكي طيب، ليه بستخدم حاجه واحده؟ عشان زي ما قلنا كل واحد بيعلي على التاني، وكل شويه في ابديت بينزل بيعلي على التاني. طيب فانا عشان اريح نفسي من كل الموضوع ده، فانا بسبسكرايب لتول واحده من التولز دي كلها. ليه؟ عشان كل تول فيهم عندها ميموري. اوكي، كل تول فيهم بتعرف انت بتكتب ايه وبتحوش معلومات عنك. فمثلا انا تشات جي بي تي بتاعي هو عارف ان انا اسمي حازم، عارف انا بشتغل في ايه، عارف البروجكتس اللي انا بعملها، عارف الهوبيز بتاعتي، عارف كل حاجه عني. تمام، فانا بالنسبه لي ده اهم. الميموري دي اهم من ان انا افضل اتنقل من موديل احسن من موديل. تمام، فبالنسبه لي ان انا ابقى في مكان واحد يجمع عني ميموري وديتا عشان يعرف يساعدني من غير ما انا احكي له حاجات كتير، ده بالنسبه لي اهم بكتير. اوكي، فيبقى انا كده عشان كده انا مختار موديل واحد، سواء بقى انت شوف انت اللي يريحك اكتر. انا بالنسبه لي تشات جي بي تي كان تمام، عشان في الاخر هو برضو يعني اكتر حاجه مسابقه تشات جي بي تي عامه واوبن اي اي، اكتر حاجه مسابقه. تمام، فانا بالنسبه لي تشات جي بي تي بحبه. تمام، بحب قوي موضوع البروجكتس اللي هم عملوه، وكمان عملوا حاجه لذيذه ان بقيت في الفري بلان. يعني في الفري بلان تقدر تعمل بروجكتس وهنتكلم عليها دلوقتي. البروجكتس دي لذيذه جدا. تمام، هي موجوده في كلود وتشات جي بي تي، بس مش موجوده في ديب سيك، وانا عارف ان في ناس كتير قوي بيستخدموا ديب سيك عشان المودلز بتاعته اقوى وارخص بكتير. يمكن ملوش حتى برايسنج موديل، ملوش كوست، يعني ملوش حاجه برو بلان والكلام ده كله. تمام، بس مشكلته بالنسبه لي ان هو ما فيهوش البروجكتس دي بالنسبه لي مهمه جدا، ما بقتش بشتغل غير جواها. تمام، جروك مش بستخدمه برضو بصراحة. بيربلكستي لذيذ، في برضو سبيسز زي موضوع البروجكتس، وكمان اللذيذ ان هو في كذا موديل. طيب فممكن نسأل، طب انت ليه ما بتستخدمش بيربلكستي رغم انه في كل المودلز؟ هنا يرجع حتة الكونتكست اللي احنا هنتكلم فيها كمان شوية. تمام، بس باختصار، يعني ايه كونتكست؟ في حاجة اسمها كونتكست ويندو. اوكي، يعني ايه كونتكست ويندو؟ كونتكست ويندو يعني الحاجه اللي الشات يقدر ياخدها ات تايم. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي فتحت شات جديده. تمام، دي دلوقتي الشات بتاعتي. اوكي، الشات دي فيها اكنها زي ميموري كده. ماشي، يبقى هي جواها ميموري. الميموري دي مثلا اقدر انا اكتب لها حاجات قد كده. تمام، لو كتبت لها حاجه زياده، الحاجه الزياده دي بيبدا يوصل لمرحله ايه؟ الهلوسينيشن. اوكي، بيهلوس، يبدا يهلوس. واكيد ده حصل معانا كتير، ان انا فتحت تشات مثلا على تشات جي بي تي او غيره، بدات اكتب للشات ده كتير قوي 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 قوي، وما بطلعش بره الشات وبعمل كل شغلي في تشات واحده. فبدا يوصل لمرحله ان هو بقى ابطا بكتير، وبقى ما بيطلعش احسن نتائج. فلما بفتح شات جديد الاقي ايه ده؟ ايه الفرق الكبير ده؟ تمام، فدي فكره الهلوسينيشن، ان هو لما الكونتكست بيزيد بيهلوس على طول عشان الكونتكست بتاعه اتملى. اكن بالظبط انت دماغك مليانه معلومات مش عارف تجمع، زي بالظبط انت مثلا تبقى بتذاكر وراك فاينل مثلا او حاجه، وتبقى بتحاول تدخل معلومات في دماغك وتحشرها جوه دماغك على قد ما تقدر، تيجي تخش الامتحان تلاقي ان انت نسيت كل حاجه. ده بالظبط فكره الهلوسينيشن وفكره الكونتكست ويندو. فالفكره بقى في ايه؟ ان بيربلكستي لما بيستخدم موديلز تانية، المودلز التانية دي بتجيله هو بكونتكست ويندو اقل من العادي. يعني مثلا كلود ممكن يبقى عنده هنا الكونتكست بتاعه جوه كلود مثلا 250 الف توكن، وهنتكلم على التوكنز دي بعدين. لما يروح لبربلكستي يبقى 100 الف مثلا. فبالتالي كلود ده ما بيبقاش بكامل كفاءته زي ما هو جوه الكلود شات بتاعته. فعشان كده انا مش بحب حاجه زي بيربلكستي، عشان ماشي هي بتديني مودلز كتير بس مش مودلز بكامل كفاءتها. تمام، هي دي الفكره. يا اما لو هتديني بكامل كفاءتها هتعاملني، يعني هتعاملني بيها او هتحاسبني بيها اغلى. فلا، انا بحب اروح للمصدر او للشركه اللي عامله الموديل واسبسكرايب للمنتجات بتاعتها. اوكي طيب، فدي اول حاجه مخلياني مش مايل ناحيه بيربلكستي قوي. تاني حاجه زي ما قلنا البروجكتس عامه دي كنت عايز اتكلم عليها. البروجكتس دي فكرتها في ايه؟ فكرتها ان انت بتحط تشاتس في مكان واحد اكنها جروب اوف تشاتس. ومش بس جروب اوف تشاتس، لا ده جروب اوف تشاتس وممكن تحط لهم زي نوليدج بيز. تمام، يبقى في معلومات انت عايز تشارك تحطها جوه البروجكت ده. المعلومات دي بتجت شيرد على البروجكت كله، على كل تشات جوه البروجكت.
فمثلا انا عامل بروجكت هنا اسمه فوكس، وحاطط فايل اسمه كتاب اسمه ديب وورك. اوكي، كتاب ديب وورك لاوثر اسمه كال نيوبورت، بيتكلم على ازاي ان انت تشتغل شغل عميق من غير ديستراكشنز، من غير ما تمسك التليفون، حاجات زي كده. اوكي، فانا لو كتبت كده في الشات اهو، فتحت تشات جديده وقلت له قلت له مثلا نكتب بالعربي اشرح لي اشرح لي مثلا ايه، اشرح لي البروجكت ده عن ايه. البروجكت ده بيتكلم عن كتاب كذا. هو على طول عرف انها انا خلاص انت اديتني الكتاب، البروجكت ده بيلف حوالين الكتاب ده. اوكي، طيب هو جاب الافكار دي منين؟ واهم الافكار والعمل العميق والمش عارف ايه الكلام ده كله جابه منين؟ جابه من الفايل اللي انا مديهوله هنا. بس كده، تمام. فدي ميزه البروجكتس، ان انت مثلا لو شغال على شغل، مثلا انت مثلا في شغلك، مثلا انا هيبقى عندي مثلا في شغلي هيبقى مثلا بروجكت جديد، ممكن مثلا اسميه ورك. تمام، البروجكت اللي اسمه ورك ده هحط فيه الفايلات اللي ليها علاقه بشغلي، بحيث لما اسال على طول هو يبقى عارف. تمام، فطيب مثلا انا في الجامعه هيبقى في مثلا ممكن اعمل بروجكت لكل ماده، كل ماده يبقى ليها البروجكت بتاعه، بحط الليكتشرز بتاعه الماده دي في البروجكت. اوكي، مثلا بكتب كتاب مثلا، يبقى احط حاجات الفايلات برضو في البروجكت ده، وهكذا. اوكي، طيب فده فكره البروجكت. في حاجه تانية مهمه، وهي فكره الميموري. اوكي، الميموري ده بيبقى تشات جي بي تي بيفهم عنك طول ما انت بتتكلم، هو بيجمع عنك حاجات. اوكي، فبيجمع عنك حاجات وبيحطها في الميموري. اوكي، هنا لسه مفيش اي ميموري. تمام، بس مثلا تعالى نكتب حاجه، هقول له مثلا هنا بالانجليزي my name is حازم I'm an engineer. طبعا انا مش ههتم بقى بالجرامر والبنكتويشن والكلام ده كله. طيب and I work at Catalyst AI. تمام، um, a platform which teaches AI for in order to enhance and enhance people's work and productivity through AI tools and applications. اوكي، انا قلت له كده انا اسمي حازم، اديته فكره عني سريعه. اوكي، قال لي ايه؟ قال لي سيفد ميموري، عمل ميموري على طول لما لقى ان انا بديله معلومات، وهو فهم ان المعلومات دي هدفها ان انت تعرف عني اكتر، راح هو على طول عمل لها سيف للميموري. فقال له اسمه حازم، نيم از حازم، هيز ان انجينير بيشتغل في كاتاليست اي اي. ماشي، فانا افتح بقى تشات جديد اقول له، ممكن حتى ماشي تعالوا نفتح كده تشات جديده. what do you know about me؟ انت تعرف ايه عني؟ انت اسمك حازم. جاب بقى من الميموري، الميموري دي بتبقى على كل حاجه. انا مثلا لو فتحت الورك مثلا هنا وقلت له what do you know about me، انا برضو عارف ان انت اسمك حازم وانت انجينير وبتشتغل في كذا كذا. فيبقى الميموري بتبقى موجوده على الاكونت كله. فطبعا بقى الميموريز بتبقى ايه رهيبه بقى، يعني كبيره جدا، يعني بتبقى ميموريز حاجات كتير قوي، بيبقى عارف حاجات كتير قوي عنك. فبالتالي بيساعدك فكره ان انت تبقى في مكان واحد في بلاتفورم واحده، ده بيساعدك كتير جدا ان هو يبقى عارف عنك حاجات. فبالتالي انت مش محتاج تفضل تحكي له كل حاجه، اكنه بالظبط واحد صاحبك عارفك. فانت مثلا لما تيجي تقول له انا عملت كذا كذا، هو عارف الهيستوري بتاعك، عارف شغلك، عارف مش عارف ايه، فيعرف يديك جايدنس ويعرف يتكلم معاك بناء على الهيستوري بتاعتك، وهو عارف ايه عنك. فاهمين قصدي؟ فدي نقطة مهمة جدا جدا جدا. اوكي، فباختصار كده احنا اتكلمنا على ال AI landscape، شفنا حاجات مختلفة. تمام، زي تشات جي بي تي، جيميناي. ما شفناش جيميناي، ممكن نفتحه بسرعة كده سريعا. جوجل جيميناي، بس جيميناي برضو نفس الكلام. في حتة الفوتو دي كل الناس مبسوطة بيها الفترة دي، وكلهم بيطلعوا حاجات عشان بتطلع حاجات يعني زي ايه بشكل فيلم كده، بس بتديك ايه، بتبقى شكلها رياليستيك قوي، زي الصور اللي انت مديها له بتطلعها بيها بتبقى رياليستيك قوي. برضو فيهم نفس الكلام، ماشي، فيهم نفس الحاجة، مفيش قوي اختلاف. اوكي، آم، بس فدي فكره الاي اي تولز المختلفه. انا بالنسبه لي عامل سبسكرايب لتشات جي بي تي، وان جنرال السبسكريبشنز عامه بتبقى في رينج ال $20 في الشهر، يعني 1000 جنيه.
لو حابب ان انت تسبسكرايب في تشات جي بي تي، ممكن ان انت تسبسكرايب بمبلغ اقل لو انت عندك ايفون او لو عندك ابل ديفايس. فبتسبسكرايب بتنزله على الايفون بتاعك، وبتلاقي سعره 600 جنيه بدل 1000 جنيه في الشهر. تمام، وبيسحب من الايفون بتاعك. فبس كده، دي كده كل حاجة انت محتاج تعرفها عن الاي اي لاندسكيب في الشات بيزد جنريتيف اي اي.